السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل بقاع الأرض بالخير والسرور، وما زلنا مستمرين في تقديم فيديوهات وأسرار وخبايا لزيزو بعد انتقاله للنادي الأهلي، وبعد عمل النادي الأهلي فيديو تقديمي لا أروع ولا أحلى من ذلك. هذا الفيديو اللي عطاهم القاضية في الحتة الفاضية. زيزو طلع مع إبراهيم فايق وقال كلام خطير، كلام فضح به أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وحسين لبيب، وكشف المستور وكشفهم على حقيقتهم، وكشف نادي الزمالك بالكامل لما عملوه من فضايح أثناء التفاوض مع زيزو، ولعبهم بأبو زيزو ولعبهم بزيزو نفسه. وزيزو كان جايله عقد في ذلك التوقيت ب5 مليون دولار أسرار. ده أول مرة أقسم بالله زيزو يقولها. عقد جاي لزيزو في ذلك التوقيت 5 مليون دولار لزيزو في السنة، و5 مليون دولار قيمة التعاقد مع زيزو في الموسم، و6 مليون دولار لنادي الزمالك. 6 مليون دولار لنادي الزمالك. الكلام ده من حوالي 8 شهور. العقد ده كان جاي لزيزو، زيزو اللي أفصح عنه وقال أسرار وخبايا كتير. عشان ما طولش عليكم، بالله عليك حط لايك للفيديو عشان نفضح هؤلاء الأوباش اللي هم بيتكلموا على أسيادهم بألفاظ قذرة مثل أشكالهم. حط لايك واشترك في القناة، ربي يبارك لك. وتعالى تابع معانا تصريحات نارية من زيزو لأول مرة هتسمعها. انت هتتحكي لك الحكاية لأول مرة من بطلها. انت احكم زي ما انت عايز، زي ما زيزو ما قال، انت احكم زي ما انت عايز. وهي دي فايدة الإعلام. هيبقى قدامك شخص لمدة عام كامل انت بتسمع الرواية من أطراف عدة، لكنك عمرك ما سمعت الرواية بتاعته. فاحنا في الحلقة دي بنسمع الرواية من بطلها، كابتن أحمد سيد زيزو. طيب نرجع قبل الفاصل. قلت لي انه جه عرض نيوم، لقيت نفسك بيجي لك تيكت، بتسال نادي الزمالك التيكت بتاع الكشف الطبي ده ايه؟ قالوا لك لا احنا ما اذا موضوع العرض ده احنا ما نعرفش عنه حاجه. عملت ايه؟ بس خلاص. طب انا جاي ليه؟ انا جاي النادي دلوقتي عشان اخد اذن سفر ان انا هسافر. انا جاي النادي ليه؟ لا احنا ما نعرفش حاجه، احنا جايبينك عشان تجدد. بجد؟ طب يلا ناخد ميعاد عشان نجدد. فعلا قلت لهم كده. طب يلا بينا. طب يلا عايزين تجددوا، يلا انا مستعد. يلا بينا. قعدنا في برضه مجلس الاداره كله كان موجود. يا جماعه بص، انا امتى القعده؟ كان في شهر 8. بص انا مش فاكر بالظبط المواعيد، بس هو في شهر 8. ماشي. قبل ما الانتقالات تخلص، يعني يوم 30/8 31/8 ما اعرفش. 24. ماشي. عايزين نجدد. فلقيت الموضوع يعني الناس مش يعني ما عندهاش القدره او ما بتتكلمش في موضوع بجد. يعني اللي هو جدد خلاص، يبقى انت مجهز حاجاتك ومجهز في السنه كذا ما فيش. شكل الكلام كان ازاي؟ يعني ايه طلباتك الماديه؟ طب احنا نقدر ندفع كذا، ما نقدرش. ما انا هقول لك بقى على جمله اتقالت في القعده ده اللي بدأ فيها بقى كل ال8 شهور اللي فاتوا. ايه بقى؟ احنا قعدنا عايزين نجدد لزيزو، ف اوكي يلا بينا نجدد، احنا موافقين. طب طلباتكم ايه؟ كل اللي اتقال في القعده، هي خلصت 10 دقايق. كل اللي اتقال في القعده يا جماعه والله انتوا جاي لكم عرض بتاع زيزو من يوم. اكيد انتوا عارفين القيمه الماديه بتاعته كام. القيمه الماليه بتاعته كام لزيزو مش للنادي. ايوه. فبالتالي انتوا شوفوا. تقدر تقول لي انت كان جاي لك كام في نيوم؟ 5 مليون دولار في السنه. ده عقدك انت؟ عقد انا. كام بجد؟ والله العظيم 5 مليون دولار غير ال5 مليون دولار اللي هاخدهم الزمالك، غير ال6 مليون دولار اللي هاخدهم الزمالك. غير ما زغللتش في عينيك انه طالما يا جماعه عايزين نطلع اقول انا هطلع اقول واخد؟ هو برضه انا عايز اعرف انت كنت بتفكر في ايه ساعتها. انا بص يا ابراهيم، انت دلوقتي قاعد في مكان المفروض ان انت بتبني معاه يعني مش عايز اقول كلمه تضحيه برضو عشان ده مش تضحيه. ما رفضت عروض قبل كده بمبالغ كبيره، فبالتالي انت عندك وجهه نظر معينه ان انت عايز تقعد، عندك الشغف ان انت تاخد بطولات ويبقى عندك جمهور والحاجات دي كلها. كنت عايز اقعد فين؟ في الزمالك. ده واحد 6 سنين بيعمل كده.
6 سنين بيعمل كده، مش انت بتحكي هو مش وبتقول كلام. للمشاهد حلل، صح كده؟ بالظبط. انا مش محتاج اقول انا كنت عايز ولا ما كنتش عايز اقعد. بعد كده اتقال في القعده، بصوا يا جماعه انتوا معاكم العرض بتاع زيزو، شوفوا انتوا يعني هتخلوا اللاعب يتنازل عن كام، هو ما عندوش اي مشكله، 50 60 70%، وشوف اللي انتوا تقدروا تدفعوه. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني هو انت جالك عرض ب5 مليون دولار، جالك عرض ب5 مليون دولار، فبالتالي انت النادي يقدر يدفع له كام من، يعني انت واحد جاي اللعيب بتاعكم جاي له 5 مليون دولار في السنه، فبالتالي هو لو هيتنازل عن 50 40 30%، هل ده بالنسبه لكم اوبشن كويس، ولا انتوا هتعرضوا عرض تاني جديد يعني؟ احنا في تفاوضات. اتخذت الكلمه بتاعت 30 40 50% دي، بدات الحسبه، اذا كان جاي له 5 ده ايه ده يتنازل عن 50%؟ احنا ما قلناش رقم، احنا ما قلناش رقم ولا اتكلمنا في تفاصيل. انت الكلام ده على لسان والدك اللي كان بيتفاوض، شوفوا يا جماعه هو جاي له وانا كنت قاعد في القعده دي، وشوفوا هو جاي له كذا، شوفوا انتوا تقدروا تدفعوا 50% ونقعد قعده ثانيه نشوف يعني تقدروا القدره الماليه عندكم كام ونتفاوض يعني. بس اتخذت كلمه 30 و40 و50% دي، بدات الحسبه تشتغل في دماغ اشخاص كده، ده جاي له 5 مليون دولار، ايه ده لو اتنازل عن 50% يبقى 2 مليون، ايه ده زيزو عايز 100 مليون. وبدات القصه بتاعت ال 100 مليون الجميله من هذا جت من هنا بقى، جت من هنا. لو في كلام لما نطلع بقى في البتاع، لما اعلامي بيسال واحد من مجلس الاداره، المفروض ان الحاجات دي سريه والحاجات دي فيها خصوصيه وفيها احترام وفيها كل حاجه، ما حصلش ده. يعني معلش زيزو عايز 60 مليون، لا ده زيزو عايز اكتر من كده بكتير. طب اسالك السؤال معلش، يعني كابتن مصطفى ما طلبش الرقم، ما قالش انا عايز 100 مليون لزيزو؟ والله ما قال. تحلف بالله؟ والله العظيم ما قال. لا انا بتكلم، بص انا مش هحلف تاني في الحلقه، انا بقول كل حاجه بصراحه. برضو زي ما قلت لك، اللي عايز يصدق ما حريه شخصيه، اللي مش عايز يصدق خلاص هو اوريدي صدق اصلا كل اللي حصل. اتخذت من هنا، ده زيزو ده في اعلامي بيسال، ده في زيزو عايز 60 مليون، فواحد من مجلس الاداره المفروض ان هو اللي بيحترم الخصوصيه وان هو بيكبر لعيبته والحاجات دي كلها، لا ده زيزو عايز اكتر من 60 بكتير. احنا اصلا ما طلبناش فلوس، احنا كنا المفروض مستنيين جلسه ثانيه. انت تحدد، ده احنا بنتكلم على العرض اللي كان جاي لنا وبنتفاوض وبنتكلم في الكلام. وبعدين حتى لو طلبت فلوس، انا بقول لك ده لا، حتى لو طلبت فلوس، هل من المنطق ان انت يعني تدشمل الخصوصيه بتاعت اللعيبه دي؟ يعني انا المفروض ابقى قاعد مع مجلس اداره هم مخونيني وانا مخونهم؟ ده المفروض يبقى طبيعي؟ نبيل اللعيب انت المفروض عمال تقول ده كان هيبقى، ده كان هيبقى، ده كان هيبقى مش عارف ايه، ليه؟ فين؟ هو الكلام حاجه والتعامل حاجه تانية خالص. انت دلوقتي بتقول لي ان انت اوريدي وافقت على عرض نيوم. اوريدي وافق على عرض نيوم طبعا، وانا قلت لك ما عنديش مشكله، وقلت له في القعده انا مش عايز اجدد عشان اقعد في النادي اخد فلوس كتيره. مش هو ده مش ده وجهه نظري خالص. انا قلت له باللفظ كده، لو انت جمعت الفلوس كلها بتاعت النادي واديتها لي، طب وبعدين؟ قلت له كده في القعده. بقيه اللعيبه ايه؟ بقيه اللعيبه هتاخد ايه؟ المشاكل اللي عندك هتحلها ازاي؟ وما بقولوش كده عشان خاطر امشي، انا بقول له كده عشان يعني لو دماغه برده مقفوله على حاجه يعني بنور له حاجات تانية، بدي له اوبشنز تانية. انت عندك انت اديتني الفلوس كلها بتاعت النادي، انا هبقى مبسوط، زيزو هيبقى مبسوط. طب وباقي اللعيبه؟ هو زيزو ده مش هيلعب لوحده. في المقابل انت كل الناس اللي حواليك، مش نادي ولا نادي ولا تلاته، كلهم عمالين يبنوا فرقه، كلهم عمالين يعملوا حاجه. لو كان قلت لي خد نص الرقم ده عشان النص التاني احنا هنعمل بيه للناس كلها، كنت اقول لك ماشي. بس انت ما عندكش القدره لا للنص بتاعي ولا النص بتاع اللعيبه التانيه، انت ما عندكش. الواقع اللي احنا فيه ان انت عرض جاي لك ب6 مليون دولار او ايا 5.5 6 مش عارف بكام بالظبط، هيحل لك مشاكل كتيره ويفتح لك قيد ويجيب لك لعيبه، وزيزو ده هيروح يستفاد من نادي عنده مشروع والحاجات دي كلها سنه سنتين وهيرجع. ده عرض نيوم. ده عرض نيوم. هل كان في العرض بتاع نيوم ده انه يتحط شرط انك على الزمالك، او لو هتروح في اي حته تطلب من الزمالك الاول؟ لا تفاصيل العقد ده انا ما اعرفوش. بس تعرف بس العنوان الرئيسي بتاع لا يعني اللي انا بقول لك عليه ده كان قدامي في القعده. الحاجات التفاوضيه دي بقى الارقام مين يعمل ماشي ايه ماشي.
ما باخدش بالي لما سمعت بقى عضو مجلس الاداره بيقول انه لا ده طالب اكتر من 60 مليون، وصلنا لايه بقى؟ ده كان مؤشر انت قريته ازاي؟ دي كانت يعني انا شايفها بدايه مشاكل كتيره جدا يعني. دي يعني في الاخر ابراهيم انا شايف ان انت لعيب لوحدك ما بتطلعش ترد، فده بيدي مجال للناس كلها اللي عندها لجان وحاجات منظمه ولجان الكترونيه والحاجات دي كلها وحملات، بيديهم الفرصه وانت ساكت ان هم يعملوا اي حاجه، يرسموا اي سيناريو هم عايزينه. ده وجهه نظر. وفي الاول وفي الاخر انت مش هتقدر تحارب ده. حتى لو انا طلعت اتكلمت برضه مش هتقدر تحارب ده. انت متغافل في مهم ان انت زيزو يعني في الوقت ده عند جمهور النادي الزمالك كله عايز زيزو يبقى موجود، وبالتالي ما اعرفش انا بحاول اتكلم معاك في زي ما احنا بنقول احنا بندردش، وبالتالي كنت ممكن في الوقت ده انك تتكلم بنجوميتك واسمك، يا جماعه انا عايز اقعد في نادي الزمالك، انا الوضع في المفاوضات في كذا كذا كذا. ليه ما فكرتش ان انت يحصل منك رد فعل ببيان رسمي، بلاش من خلالك، من خلال الوالد، بلاش من خلال الوالد، من خلال اي حد يمثلك بشكل او باخر؟ طب ولما حصل ده 3-4 مرات قبل كده عملنا ايه؟ حصل ايه؟ رجعنا لنفس يعني ما انت اثبتت ده 3-4 مرات قبل كده. ان هو يعني هو انت بتتحاسب على الناس بان الناس بتنسى، ولا انت بتتحاسب على ايه؟ انت واحد خلاص، انت ما مش هتطلع كل مره تتكلم في نفس الحاجه، يا جماعه انا عايز اقعد، يا جماعه انا مش عارف، خلاص انت مش محتاج تقول حاجه تاني، اثبت خلاص. هو الموضوع خلص، انت اثبتت ان انت عايز تعمل كده وعملت. مش بالكلام على فكره. يعني ناس كتيره جدا في نادي الزمالك وفي الجيل اللي هو كان بتاع 2019 ده، اول فرصه جات لهم سابوك ومشيوا. نتكلم في كان حقهم ولا بتشوفوا انه كل واحد حر؟ انا ما بتكلمش ان هو حق ولا مش حق، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. ماشي. وممكن يكون حد مر بظروفي انا ما اعرفهاش، زي ما الناس ما تعرفش ظروفي برضه. ناس من اول فرصه لا ورجعنا دلوقتي بعد لما الناس سابتك وتمشي انت بتنادي عليهم يرجعوا تاني. مش ده اللي بيحصل؟ ايوه. الناس سابتك ومع اول فرصه واديناهم اعذار، وده كان عايز يقعد بس النادي ما كانش فيه فلوس. ده كان بس المعامله مع الناس دي اللي خرجت دي في 2019 كانت معامله راقيه، الناس طلعت بشكل شيك. فعشان كده الجمهور عايز، مع انك لو شفت النتيجه في الاخر هو سابك ومشي. هو سابك ومشي وانت لسه بتنادي عليه ان هو يرجع لحد دلوقتي. لو كنت طلعت انا عارف ان ده سؤال ممكن يكون بيسأله السواد الاعظم عند جمهور نادي الزمالك، لو كنت طلعت لاي من التجارب اللي هي او العروض الكبيره، شباب او نيوم او اي من الاسماء اللي جت او الريان قبليها، هل كان في تخطيطك او في بالك انك هترجع في يوم من الايام على الزمالك، ولا انت كنت ممكن ترجع على الاهلي؟ ما سؤال يعني ما اقدرش احدده يعني. بس لو انت ماشي بشكل كويس، الناس قدرتك بشكل كويس، ما طلعت بره النادي، استفاد، حل مشاكله، جاب لعيبه. ما حطيتش نفسك مثلا في حته، انا بحاول اسال كل الاسئله عشان اخد منك كل الاجابات اللي انت ممكن تكون عايز تجاوب عليها او تحكيها، ما حسيتش ممكن ان يكون الناس في مجلس الاداره عندهم تخوف من فكره ان انت تطلع على نيوم ترجع على الاهلي؟ طب على الاقل انت عملت اللي عليك يعني، سيبنا نطلع وحش في الاخر يعني. اعمل انت اللي عليك، دورك. بس كل واحد ليه دوره. انت دورك في النادي ان انت الفلوس دي هتجي لك تحل بيها ازمه كبيره وتجيب بيها لعيبه والحاجات دي كلها، واللعيب بقى لف الناحيه الثانيه ورجع على النادي، دي مش بتاعتي انا. انا بشتغل لمصلحه النادي، ما بشتغلش لمصلحه لعيبه. انا بعمل اللي انا شايفه صح من وجهه نظري كاداره. زيزو، لو انت كنت رئيس نادي الزمالك وعندك لعيب اسمه زيزو وجاله العروض دي كلها وعندك نفس الموقف، كنت هتعمل ايه؟ كنت هبيعه. هتبيعه؟ لو انا ما عنديش القدره ان انا احافظ على اللعيبه بتاعتي هبيعه، هستفاد من وراه. على الاقل خارجيا يعني، انت تقصد صح كده؟ طبعا. اي حاجه يعني. واحد خلاص 4 شهور وهيبقى فري، انا بتكلم شهر 8 شهر 12 هيبقى فري. صح. جاي لك فيه 5.5 مليون دولار، وانا ما عنديش، انا كنادي ما عنديش قدره ماليه ان انا اجدد له، انا ما عنديش. هل حصلت جلسه ما بينك وبين الكابتن حسين لبيب في المغرب؟ اتقال انه في جلسه وقعده كانت طيبه ومثمره، تقدر تحكيها لنا؟ لا، ما كانتش طيبه ولا مثمره.
ولا طيبه ولا مثمره؟ لا ما مش قصدي حاجه، ما كانش مثمره ولا حاجه. ايه اللي حصل طيب؟ احنا كنا متفقين، احنا هقول لك، احنا قعدنا في شهر 10 او شهر 11 اخر 10 يعني. احنا خلاص احنا اتكلمنا كده بتاع 8 شهر 8 والدنيا والراجل قفلت طلع، ومفيش نيوم. والراجل طلع قال لك ده عايز اكتر من 60 مليون بكتير والحاجات دي كلها. ماشي. ويا جماعه لا ما تزعلوش والحاجات دي، تعالوا نقعد عشان نجدد. خلاص يلا بينا عشان نجدد. قعدنا في شهر 10 اخر 10 قرينا الفاتحه. على فكره قريتوا الفاتحه؟ قرينا الفاتحه وخلصنا العقد وكل حاجه. بتتكلم بجد؟ والله شهر 10 قريتوا فاتحه ان انت خلاص قرينا الفاتحه ومبروك ومبروك ونمشي. ولا حاجه واحده بس، قرايه الفاتحه في الاعراف كلها. خلاص اتفقنا على الفلوس، اتفقنا على كل حاجه، اتفقنا على كل حاجه وما كانش فيه اصلا يعني. اتفقوا معاك على الفلوس؟ كل حاجه. بقول لك قرينا الفاتحه خلاص احنا ماشيين. كان كام؟ كانت كام؟ اصل احنا رحنا وجينا كتير قوي في الارقام دي الصراحه، بس مش فاكر كان كام بالظبط يعني. حته ال 60 70؟ لا 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 ايه ده زيزو، والله ما فيش الارقام دي خالص. قريتوا فاتحه على الاقل من الرقم ده؟ والله 50 40 ممكن. انا مش عايز اقول رقم بالظبط بس يعني في الحته دي احنا اتفقنا. وقريتوا فاتحه؟ وقرينا فاتحه وجمله واحده من ابويا عشان هو قرا المشهد بشكل مرعب يعني. اذا في سهوله في الحاجات، في حاجه مش مفهومه. مش سهل برضو كابتن مصطفى. لا لا هو راجل يعني قال جمله واحده في القعده. قال ايه؟ هي دي كانت برضو بوظت الموضوع خالص. قال انتوا عايزين زيزو، انا زيزو موافق على الرقم اللي انتوا عرضتوه وهو تمام وكل حاجه، بس انا عندي شرط واحد هحطه في العقد. تمام، قول الشرط بتاعك. احنا خلاص قرينا فتح ان زيزو ما يتباعش السنه دي. مش انتوا عايزين زيزو فنيا وعايزينه يبقى اسطوره والحاجات دي كلها، هحط بند بس بسيط، زيزو ما يتباعش السنه دي. ليه؟ لان هو شاف ان الناس عايزه يعني تتفق معاك على الفلوس بتاعت السنه وكل حاجه، بس هم مش هيدفعوا منها حاجه. انت في شهر واحد هتتباع. هو وراها كده. هيجي لك عرض لا هم مظبطين ان خلاص اوكي هنوافق على ان شاء الله 200 مليون جنيه. هو كده احنا مش هندفع منها حاجه. احنا كده هنيجي بعد شهر هنبيعه. احنا هو مش واخد من فلوس الناس. طب انت بتقول دلوقتي ان انت لا احنا محتاجين زيزو فنيا، عايزينه يبقى اسطوره في النادي وهو الحاجات دي. ده انت كده كنت دخلت فري بقى واحد ده تبقى فري ولا؟ احنا لسه، انا بكلمك في شهر 10. 10 دي في شهر 10 24. 10 24 يبقى انت مش هتبقى لسه لسه، بس هم شايفين ان هو شهر ولا حاجه هيعدي. هياخد اول قسط وخلاص وبعدين هيتباع. لو انت ما عندكش مشكله بس هتتباع من خلال النادي. هتتباع من خلال النادي. طب وده كان هيضايقك في ايه؟ ما كانش هيضايقني. ما كانش هيضايقني. هي الفكره دلوقتي ان انت بتبيع لبيعه ان احنا محتاجينك فنيا وعايزينك تبقى اسطوره النادي وعايزينك تبقى موجود في النادي والحاجات دي كلها. لو انت بجد صادق النيه في الحته دي قول له ما عنديش مشكله في البند ده. انت ايه مشكلتك يعني؟ انا عايز العب معاك كمان لحد شهر 6 يعني. انا عايز العب معاك السنه اللي جايه. بس خلاص انا فهمت. يبقى لو انت فعلا عايزني يبقى تمام ويلا ونمضي، بس ما تمشينيش. بس انا عايز على كلامك. بناء على كلامك. ليه؟ لان انت بالبلدي كده خلاص انا قريت الجيم بالبلدي كده. لو انت محتاجني فنيا فانت خلاص هتوافق لان انت محتاجني فنيا وانت معاك الفلوس دي فهتدفعها لي. لكن لو انت مش محتاجني فنيا فانت فوتت عليا فرصه ان انا اروح فري لنادي بره، صح كده؟ وفي نفس الوقت انت ما استفدتش بيا. لا ده لسه في عرض كمان جاي في شهر واحد وانا فري برضه. صح. انا كده فكرت صح. بس دي محتاجه تفكير عميق قوي. الحاج لقطها في لحظه. الكلام ده كان يوم الخميس. المفروض ان احنا اتفقنا على القعده يوم الاحد اللي جاي. بس خد بالك بس عشان ده عنوان مفصلي، ده عنوان مهم قوي اللي انت قلته ده، عشان انا هاخد بيه بعديه فاصل. انت شهر 10 وافقت وقريت الفاتحه وقلت لهم يلا وهمضي، بس بشرط ما تبيعنيش. انت قلت لهم كده. ما تبيعنيش السنه دي يعني ممكن تبان السنه الجايه عادي. ايه اللي حصل بقى؟ فالمفروض ان احنا كنا واخدين ميعاد يوم الاحد. الكلام ده كان يوم الخميس. يوم الاحد ان احنا هنيجي نمضي. الحد جاب الاثنين جاب الثلاث عدى اسبوع. لا ده بعد الفاصل. دي الحته دي فيها سسبنس، لازم نروح بيها فاصل ونرجع نشرب شويه شاي اللي برد ده. يلا بينا نروح لفاصل. في نهاية الفيديو لا أملك إلا أن أقول لكم دمتم في رعاية الله، ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.